يتميز هذا المعرض الجماعي 5/8 بعرض لوحات متنوعة في المواضيع والمدارس الفنية المختلفة وبأسلوب كل فنان. ويشهد المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم دور التشكيل في بناء الشخصية المصرية والعربية وموجات التطور وجماليات الإبداع التشكيلي والتنمية البصرية. ويعد المعرض إطلالة جديدة قدمها الفنانين التشكيليين والذين أضافوا الكثير من وجدانهم، وإطلالة سريعة على مراحل الإبداع التشكيلي المصري والعربي، بحضور الفنان الدكتور خالد سرور والفنان الدكتور أشرف رضا والفنان الدكتور صلاح المليجي والناقد الفني إبراهيم بيكاسو، ومن نجوم الفن والدراما الفنانة حلا شيحة ومايا شيحة والفنانة هنا شيحة، والعديد من الفنانين والفنانات التشكيليين والنقاد ونجوم المجتمع ومتذوق الفن. تم افتتاح المعرض الجماعي لمجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب تحت عنوان 5/8، وهم الفنان الكبير أحمد شيحة والفنان الدكتور إبراهيم غزالة والفنان وليد عبيد والفنان الأردني محمد الجالوس والفنان القطري سلمان المالك. لوحات المعرض متعددة الخامات والمقاسات والتقنيات والألوان. اشتمل معرض 5/8 لمجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب على حوالي 40 لوحة فنية تشكيلية متعددة المقاسات والخامات والألوان والمدارس المختلفة، والتي يتميز بها كل فنان من المدرسة الواقعية إلى المدرسة التعبيرية إلى التجريدية، مع استخدام الرموز والأشكال الفرعونية والخطوط العربية مع باليتة ألوان من الأكريليك والزيت والميكس ميديا على التوال والورق. لوحات معرض 5/8 يقدم الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة مجموعة متميزة بمواد تجمع بين الرمل والعجائن بشيء يشبه الحجر المطحون بعد تعرضه للأكسدة لتنفيذ أعماله. فيقدم الفنان مجموعة من الرسومات الفرعونية مع الحروفية على مسطح اللوحات بطريقة حديثة. الفنان أحمد شيحة من أهم الفنانين المعاصرين في الساحة الفنية التشكيلية، والذي قدم خلال مشواره الفني أعمالا فنية حازت على إعجاب الكثير من النقاد وفنان الحركة التشكيلية. الشكل والتراكيب في لوحات الفنان أحمد شيحة، والذي يجمع بين التجسيد والتجريد وبين الرسم والنحت والنقش والتلوين والمستوحى من الفن المصري القديم.
حيث نرى الجداريات التي تجمع بين النقش البارز والنقش الغائر وبين الخطوط والألوان. تتميز لوحات الفنان أحمد شيحة وفن التركيب المعاصر، والذي تستخدم فيه الرسوم والألوان والعجائن والعديد من المواد المستخدمة في حياتنا العصرية. شكرا لبرنامج اتيلي على هذه الاستضافة. أنا سعيد جدا بوجودي بالقاهرة للمرة الثانية. عرضت قبل هذا المعرض في جاليري في التجمع الخامس، وهذا المعرض الثاني اللي بعرض فيه أعمالي. طبعا كنت عرضت في بنل القاهرة قبل 15 سنة تقريبا. هذا المعرض بضم 5 فنانين، سميناه المعرض العربي 5 في 8. الفنان القطري سلمان المالك من قطر، وأنا من الأردن محمد الجالوس، وفنانين 3 من جمهورية مصر، الفنان أحمد شيحة، الفنان وليد عبيد، الفنان إبراهيم غزالة. طبعا في هذا المعرض في تنوع في الأساليب وفي تنوع في الاتجاهات. السمة الغالبة على المعرض ليست موضوع اللوحات ولا موضوع التقنيات والخامات. السمة الغالبة عليه هي لقاء الأصدقاء. احنا أصدقاء أصلا، وحبينا نلتقي في هذا المعرض في القاهرة ونقدم تجربتنا، كل يقدم تجربته حسب عمله لوحته لجمهور مصر وجمهور القاهرة بشكل محدد. في معرضي هذا استمرار لتجربة أنا بدأتها من 3 سنوات تحديدا في فترة الكوفيد 19 اللي مر فيها الكون بشكل عام. كان في قعدة طويلة في المرسم، وهذه القعدة بالتأكيد معزولة عن المرئيات، يعني لم يكن هناك أمامي لا موديل ولا طبيعة ولا أي شيء أرسمه. فرحت لاتجاه بحث تقني زائد بحث ذهني، يعني له علاقة بالذهن. فمن زمان أنا بلفت نظري الخط العربي وتحديدا الكوفي القديم. الكوفي القديم هذا الخط اللي أنا استخدمته في اللوحات هو أقدم أنواع الخطوط العربية، وهو غير منقط وكتب فيه القرآن، وموجود من مئات السنين وجزء حتى أكثر. يعني ما لفت نظري في هذا النوع من الخط اللي هو الكوفي القديم ملمس خشن. أنا تجربتي عبر 30 سنة الماضية كانت كلها بحث على السطح، بحث في السطح وبحث بالخامات وبالملمس. ليس لدي لوحة ناعمة، كل لوحاتي خشنة. ووجدت ضالتي في هذا النوع من الحرف اللي هو الكوفي القديم. لفت نظري ملمس الخشن. هذا الملمس الخشن بالتأكيد كان هو هدفي، إلى جانب جمالية الكوفي القديم في جمالية خاصة وجدت أنها بتنسجم مع بحثي التقني اللي بهتم فيه بالتكستشر وبالملمس. فلم يكن اهتمامي في هذا الخط المعاني، لم يكن اهتمامي، لم يلفت نظري المعاني. لفت نظري خشونة هذا الفونت أو هذا النوع من الخط وانسجامه مع بحثي التقني اللي حكيت عنه قبل شوي. تتميز لوحات الفنان التشكيلي الأردني محمد الجالوس بمعرض 5/8 والمستوحى من العصر الإسلامي ورسومات رغلوفية والخط الكوفي القديم، والتي دمج الفنان بين الجديد والقديم ومراحل زمنية متنوعة سواء من ناحية الخط أو الموضوع.
وفي كل لوحة من لوحاته ثمة بوصلة واضحة الاتجاهات تنطلق من الذات وعوالمها، وتشير إلى البيئة الحاضنة والدائرة الواسعة التي شكلت ذاكرة الفنان محمد الجالوس وموقفه مما حوله ورؤيته للحياة. يعبر الفنان محمد الجالوس من خلال انعكاس الذات على أسطح لوحاته عن ذات جمعية لا ينفصل عنها بأي حال من الأحوال، الفن للفن، ومؤكدا على أن الالتزام سمة الفنان الحقيقي، والفنان الجالوس يعكس ما في داخله على لوحاته، وكأن أعماقه بئر تفيض بالتجارب التي لا تنفصل عن السياق الذي يعيش به الفنان. وحين تفيض هذه البئر فإن محتواها الثري هو ما يشكل قوام اللوحة ومضمونها. النهارده أنا بشارك في معرض 5/8، بيشارك فيه 5 فنانين، كل فنان بيشارك ب8 أعمال. والحقيقة كانت فكرة جميلة إن يبقى فيه تشارك ما بين الفنانين المصريين والفنانين العرب في فعاليات فنية، وأتمنى إنه ده يبقى نهج يستمر في الأحداث والفعاليات الفنية القادمة. أنا بقدم مجموعة أعمال يعني مستلهمة من صعيد مصر، من النوبة وأسوان والأقصر والمنيا، بتبين نوع من الطبيعة البسيطة الهادية في الريف المصري، لأنه الريف المصري يمتاز بالخصوصية الجمالية والهدوء والملامح المعمارية المتميزة. فده بيلهمني ان انا يعني اقدم الريف المصري بصورة خيالية جمالية. يمكن اللي ساكن المدينة المزدحمة المزعجة بيحتاج انه يشوف فضاءات اخرى اكثر سكنا واكثر هدوءا. الفنان أحمد شيحة كالعادة بتشوف أعماله تحس إنك يعني جامع قطع فنية من فرعونية، من تواريخ قديمة. يعني هو بيستلهم التأثير والحروف والكتابة الفرعونية وشبه الفرعونية في أعماله الفنية، فأنت بتحس إنه أعماله يعني شيء قادم من عمق التاريخ. يتميز أيضا الفنان أحمد شيحة بأسلوبه الخاص جدا واللي هو خاص بيه. يعني كثير من الفنانين بتبقى تجربتهم مستمدة من مدارس أخرى سابقة، لكن الفنان أحمد شيحة مدرسته الفنية هي خاصة به، هو ما لم يستمدها من أحد غير من تجربته الذاتية، وده اللي بيميز أعماله وبيديها ملامح تخصه هو شخصيا. يعني
في معرض 5/8 انطلق الفنان التشكيلي الدكتور إبراهيم غزالة في رحلة من المناظر الطبيعية والنابضة بالحياة، حيث تأتي ضربات فرشاته ومن خلال لوحاته يغوص الفنان بعمق في جوهر رعاياه، ويلتقط بمهارة إعجابه بالأشكال النابضة بالحياة وعجائب العالم الطبيعي. لوحات الفنان إبراهيم غزالة مستوحاة من الأقصر وأسوان والنوبة ومبانيها الجميلة وألوانها الساطعة والدافئة. الفنان الدكتور إبراهيم غزالة يتجول بين ربوع الوطن ملتقطا من بيئاته المختلفة ما يمكن وضعه في إطار الجمال الخالص، فهو ليس ناقلا توثيقيا لمشاهد البيئة أو الطبيعة، بل ينتخب من عناصرها وتكويناتها ما يتسق مع وجدان يميل إلى الغناء المنسجم الرخيم. لهذا ينتقي الفنان إبراهيم غزالة من مكونات المشهد الواقعي ما يدفع إلى البهجة والسرور، وهو يلفت أنظارنا إلى ما في بيئتنا المصرية من جمال مثل بلاد النوبة. سلمان المالك، فنان تشكيلي قطري، أشارك في هذا المعرض 5/8. سعيد بالمشاركة، لأول مرة أشارك فيها في معرض في القاهرة، معرض تشكيلي مع نخبة مميزة من الفنانين. بعد تخرجي من القاهرة سنة 1982 من كلية التربية الفنية، كان عندي حلم دائما أن أنا أعرض في القاهرة. القاهرة البوابة لعبور محطة الإضاءة أو التركيز على الفنان أو الانتشار، حتى تسهيل اختصار مسافات للانتشار في جميع مجالات الإبداع. التاريخ يتحدث عن هذا الشيء. شارك ب5 أعمال في المعرض، أعمال مستمدة من انعكاس أقمشة المرأة في بلدي. أنا أحاول أقدم لوحة فيها الأصالة والمعاصرة، أحاول أجمع بين الموروث ولكن بصورة وفيها متعة بصرية. أحاول أن المتلقي إذا لم يكن يستوعب المدارس حداثة في الفن التشكيلي، إنما يستمتع بلغة بصرية كأنه يشاهد شيء جميل. وأتعامل أيضا مع العمل الفني كعمل مختبري في تجارب، أحاول أنها تضيف إلى هذه تجربتي شيء من الإثارة والمتعة وأيضا إرضاء غروري كفنان بين قوسين، ليس من باب النرجسية ولكن من باب يعني التجاوز أو التحدي مع الذات. أتمنى، أنا سعيد بالمشاركة وأتمنى أن تضيف إلى ما أقدم شيء جديد. سعيد بالاحتفاء، سعيد بدفء العلاقات. أنا في مجتمع عشت فيه 5 سنوات من أجمل أيام عمري، تعلمت الكثير، تعلمت المثابرة والفن والإبداع. كانت القاهرة بوابة التعرف على الفن التشكيلي، التعرف على الإبداع بشكل عام.
يعزف الفنان التشكيلي القطري سلمان المالكي بالألوان تلك اللوحات على سيمفونيات من الألوان المتضادة استخدمت بمهارة وإحساس فائق لتنتج أعمالا تتفجر مشاعر بالغة القوة والصدق ممزوجة بجمال أخاذ. تتميز لوحات الفنان سلمان التصويرية بملامح أساسية من أبرزها تلك القدرة البليغة على التعبير الحر من خلال أسلوب تقني خاص يميز لوحاته المختلفة، والتي يسعى من خلالها لإنتاج نص بصري أصيل ينتمي بجذوره المعرفية إلى الموروث المحلي الذي يشكل جزءا رئيسيا من تكوين الفنان. تتألف لوحات الفنان التشكيلي القطري سلمان المالك من مجموعة كبيرة من البقع والمساحات اللونية المختلفة في أحجامها وأسلوب تنفيذها، سواء كانت منفذة عبر ضربات سريعة للفرشاة أو بإضافة مساحة لونية ما فوق مساحة لونية أخرى، أو ترك الألوان نفسها لتتداخل مع بعضها البعض وفقا لإيقاعات روحية تقود تلك الألوان في مسارات مدهشة غير مألوفة يفصل بين لون وآخر في كل الحالات، وتباين واضح في الدرجات اللونية لنفس اللون ما بين الفاتح والغامق. سعيد بوجودي مع الصحبة المنتخبة من الفنانين الوطن العربي، وسعيد بالتنوع اللي بيننا، كأن كل واحد بيدي جانب من الفن العربي مستقل، ومع ذلك احنا مؤتلفين جدا، لأن كمان حتى على المستوى الشخصي احنا يعني متآلفين جدا، وأتمنى الجمهور المصري يستفيد من المعرض ده، لأنه فيه تنوع زي قطعة الماس، كل زاوية بتدي ضوء في حاجة، وتنوع المدارس الفنية والأساليب، تقريبا كأننا بنجمع ايه اللي موجود في الوطن العربي في الفترة دي. بالنسبة لشغلي في المعرض ده هم 8 لوحات بيتكلموا عن مرحلة من مراحل شغلي. أنا شغلي دايما في ميتافيزيقا شوية، يعني مدخله هو الطبيعة المرئية، لكن الجوهر بتاعه في رمزية ما وراء الطبيعة. دايما اللوحات عندي بتحمل هم أو منصة لإطلاق رأي أو شيء شاغلني. أنا دايما ما بعرفش أشتغل إلا حاجة حاسسها قوي. التشكيلي المصري وليد عبيد بمعرض 5/8 يعتمد على المرأة كعنصر أساسي في تكوين معظم لوحاته، ومن السمات المميزة لريشة الفنان أنه لا يوقع نفسه في التكرار، وهذا هو الرهان والمعادلة الصعبة التي تواجه أي مبدع أو فنان، أن تكون لك قضية ولا تكرر طرحك، ويناقش الفنان أفكارا وتفاصيل متناهية الدقة. الفنان وليد عبيد شديد التعمق في الفلسفات والتحليل النفسي، جعله يتجه إلى الجمهور للتعبير عن مشاكلهم بطريقة رمزية، وما زال في هذه المرحلة وبين الحين والآخر يقدم لوحة فلسفية تتناسب مع عمله الواقعي الرمزي والتعبيري.
إن باليتة الألوان في معرض 5/8 نرى فيها ذلك الدفء الذي نراه في اللون الأحمر والبرتقالي ودرجاتهما، ونرى كذلك ألوان مثل الأخضر لون الندرة والحياة، واللون الأزرق لون نبض الماء، واللون الأصفر لون التحدي. إن باليتة الألوان في هذه اللوحات جاءت لتتماشى مع موضوعات المعرض، ومعرض 5/8 لمجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب.